احنا نقولوا هون عن هذا الشعب اللي هو عنه على حق، واللي ندوروا احنا على حقنا. ما ندوروا حق في المغرب، ولا حق في اسبانيا، ولا حق في موريتان، ولا حق في الجزائر. لا حق الشعب الصحراوي ورده المعترف بها دوليا. هذا هو الواقع المجلوب، وهذا هو اللي ندوره. واليوم نقولوا المغرب اللي معدل ما قال هو عنده جهات وجهات في الداخل وجهات في العيون عاصمة الصحراء الغربية، وعنده جهات وما كان قال هو عنده دار. وين هو الجهات عن هذا المعطلين؟ هذه التلاه معطل هو حابس في العيون يفتط يوميا على حقه. بين الناس المعطلين اللي عندهم الدراسة العليا والناس التقنيين، وهذا ممنوع منهم حقهم، ويفتطوا على حقهم يوميا. الناس اللي يجي من خريب ومن جماد زب ويجي من الدار البيضاء ويجي من مراكش ويجي من أكادير، وعد هذه الجهة مال الصحراويين. الصحراويين ما يعودوا المسبقون يخدموا فرضهم وفطنهم وفي ثرواتهم. يعودوا هم المسبقون اللي يفتطوا فوق وطنهم، ما يطايحوا في أكادير، ولا يطايحوا في الدار البيضاء، ولا يطايحوا في مراكش، ولا هم محمين لحد لا وطنهم، وبغاو فوسفاتهم وبغاو حرهم. وهذا الباقيين يفتطوا عليهم مقلوعين منه ويدخلوا ناس اجنبيين جايين داخلين هنا، لا حق لهم يخدموا هنا. هذا هون بغينا نقول الصحراويين عنهم يعودوا على قناعه، عنهم راهم إذا ما استغلت أرضهم وقبضوها راهم الغزو دار الله ثرواتكم وقال عندكم ثرواتكم ويفتطوا أولادكم ومقلوا حقوقكم. باش تعرفوها كامل كلكم يعرف عن هذا الخارج المستعمر ولا الباقي. لا ثروتك وحقك يلوم منا، وأولادك يشردوا، اللي يموت في البحر واللي يموت تحت الدبوس واللي كذا واللي كذا إلى آخره. واليوماتية رانا نقول لكم عنا إن شاء الله احنا رانا لا يتموا مصري عملنا اللي عملنا للحق، مصري عملنا اللي عملنا للحق اللي ننالوا حقنا كله. واولادنا اللي يفتطوا راهم ما هم قايسين القدير، ولا هم قايسين الدار البيضاء، ولا هم قايسين خريب، ولا هم قايسين يوسف الأصفر، قايسين يتموا هون يفتطوا ويموتوا على بد وطنهم وعلى فصفاتهم وعلى بحرهم وعلى جميع ثرواتهم اللي ينالوا حقهم. وهذا هو اللي نقوله، وانتم ان شاء الله في هذه الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله.